انت مصرية، طلعتي نزلتي مصرية بياعة فول وطعمية. استنوا بس قبل ما حد يقول ده كان فيديو اللي انا نزلته امبارح او اول يعني من كام يوم. تمام وخلاص احنا نزلنا وقلنا رأينا وخلاص، ما كناش ناويين نتكلم في حاجة تاني. بس لما يطلع ناس تعلق بكمية الحقد دي كلها يبقى يبقى نتكلم بقى ومش هنسكت. انا نزلت الفيديو يا جماعة كلكم شفتوه، ولو اللي سمع الفيديو كامل في وسط الفيديو قلت انا مش بغلط لا في دولة ولا مجتمع، ولا هسيب دولة ولا مجتمع عشان احنا كلنا عرب. انا بغلط في البنت او الست اللي غلطت، في الست اللي غلطت. اللي غلط يتحاسب، لا ذنب مجتمع ولا ذنب دولة. تمام، لا ذنب مجتمع ولا ذنب دولة. واتكلمت على الفيديو وقلت لها انا بغلط فيكي لوحدك، ما بغلطش في مجتمعك ولا بلادك ولا بلدك، لان واي يعني ده الطبيعي. تمام، والدنيا ماشيه تمام. لقيت كميه تعليقات بقى من بلدي الشخصيه دي، كميه تعليقات سلبيه. انا بجد اتضايقت جدا، لان انا كنت فاكره ان النفوس مش مريضه كده، طلعت ان النفوس مريضه جدا 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 جدا. ايه كميه النفوس المريضه دي؟ برضو شوفي الناس اللي علقت لي بطريقه سلبيه. برضو مش هظلم مجتمعك ولا بلدكم، لان انتوا فئه صغننه قوي ان انا اظلم بلد ومجتمع يعني، او دوله ومجتمع عشانكم. بس هرد عليكم انتوا لوحدكم، الناس اللي علقت بالطريقه دي او الناس اللي بتعلق لاي فيديو بيتكلم عن مصري او مصريه. اول تعليق استفزني، ما واحد بيقول لي انت مصريه، طب انت متضايقه ليه من كلمه مصريه؟ مين قال لك ان انا متضايقه من كلمه مصريه؟ انا بفتخر لما بقول انا مصريه، بفتخر. لما حد يقول لي انت مصريه اقول له اه، ببقى فخوره جدا، عشان العالم كله عارف ايه مصر، عارف ايه مصر. مصر يعني عراقه، يعني حضاره، يعني تاريخ، يعني كل حاجه. هتفضل مصر ام الدنيا، ابيته رضيته، هتفضل مصر ام الدنيا. انا ما ضايقنيش، انا ضايقني انك بتسخر من كلمه مصريه، في سخريه في الكلام. لا، انت ما تسخرش من كلمه مصريه، ما تسخرش منها، انت اتكلمها بادب. وقلت 100 مره لما تيجي تقول انا انت مصري، تقولها لي بعزه نفس، عشان انت بتقول مصر، كلمه مصر دي مش قليله. انت بتقول لواحد انت مصر، دي انت بتذكر حضاره، تاريخ، عراقه. فلما تيجي تذكر مصري تذكره بكل ادب وتخلع له القبعه كمان. ما دام انت نفس يعني قلبك اسود ونفوسكم مريضه، لكل نفس مريضه. انا بتكلم الكلام ده لكل نفس مريضه. ماشي، دي اول حاجه. تاني حاجه، تاني تعليق استفزني بقى، وده استفزني جدا 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 جدا. واحد كاتب لي يقول لي انتوا لحم كتافكم من خيرنا. ايه؟ لا والنبي قولها كمان مره، لحم كتافنا من خيركم ليه؟ كنتوا بتيجوا تدونا ايه؟ انا لحم كتافي انا وكل مصري من خير اهالينا وخير بلادي اللي هي مصر. لحم كتافنا من خير اهلنا اللي ربونا وصرفوا علينا وخير بلدنا. انت ما جاتش بتدي مصر حاجه ولا بناخد منك حاجه. خير كل مصري من عرق اهله وبلده، وربنا قبل اهله وبلده، يعني ربنا ثم اهله ثم بلده. خير كل مصري، انما خيرك مش علينا، خيرك على بلدك، خيرك على نفسك بس، على مزاجك. انما ما تقولش خير عليكم، خير عليكم بتاع ايه يا بابا؟ بتدينا ايه يا بابا؟ ده احنا اللي خيرنا عليكم. حاجه كمان، كل مصري بيطلع يشتغل في اي دوله من دول العرب او الخليج، ها، ما بيطلعش يشتغل ببلاش، ما بيروحش يشحت منك ويرجع، بيطلع يشتغل ويطلع عينه ويكافح وعرقه بيغرق الدنيا، وبياخد منك حق تعبه، حق تعبه. يعني انت مش بتجبي عليه ولا بتشحته، هو بياخد حق شغله. لو اشتغل في اي دولة اوروبية عربية مصر هيشتغل وياخد حق تعبه. محدش بيجب علينا، احنا محدش بيجب علينا، ولا لحم كتافنا من خير اي عربي
ولا من خير اي حد. احنا لحم كتافنا من ربنا، ثم اهلنا، ثم بلادنا. وبرضه انا مش هخص دولة كاملة عشانك، ولا ههاجم دولة كاملة عشانك. انا كل بتكلم الكلام ده مش لدولة ولا مجتمع، انا بتكلم الكلام ده للنفوس المريضة اللي بتعلق تعليقات سلبية، تعليقات مريضة. لا بخص دولتك ولا مجتمعك، انا بس لو انتوا عندكم بس غيبوبة ان احنا المصريين لحم كتافهم من خيرنا، لا فوق، لا فوق يا بابا. ما سمعتش، ما فيش واحد كده كل شهر يجي لنا يوزع لنا فلوس كل شهر. لا يا بابا، لحم كتاف المصريين من خير ربنا، ثم اهلهم اللي تعبوا وكافحوا وربوهم، وبلادهم اللي هي مصر. بس محدش ليه خير على المصريين. وما تعملوش فتنة اكتر من كده، وبطلوا تعليقات سلبية بقى، بطلوا تعليقات سلبية، خلي النفوس حلوة يا جماعة. برضو هقول حاجة، زي ما كان في تعليقات سلبية وحشة، زي ما كان في تعليقات سلبية من نفس البلد، برضو كانت تعليقات كويسة جدا، كانت تعليقات كويسة جدا. بس انا حبيت ارد لان في تعليقات كتير وحشة، بس حبيت ارد. وبرضو احنا كمصريين مش هنظلم مجتمعكم، مش هنظلم بلادكم، احنا هنظلم الناس اللي غلطت فقط. انا الكلام ده اهو للرابع لمليون، انا مش بظلم مجتمع ولا دولة، ولا هغلط في دولة وطن، لان انا انا بحب كل دولة عربية، والمصريين بيحترموا كل دولة عربية، عشان اهلنا المصريين، اهلنا الفراعنة علمونا كده. تمام. انا بغلط في الناس اللي غلطت بس. وسلام.